ما تيجي نعمل فراخ كنتاكي ولا الحوجة للحاج كنتاكي نفسه. هنعملها في البيت بخطوات بسيطة وبقرمشة رهيبة وتبقى كريسبي وجميلة، واهم حاجة انها ما تبقاش شاربة زيت زي التقليدية اللي بنعملها في البيت. يلا بينا وجوع معايا. اول حاجة هتجيبي طبق هتحطي فيه كوباية من اللبن او كوباية رايب او كوباية زبادي. هتزودي عليهم نص كوباية مية. بعد كده هتحطي عليهم معلقتين من الملح تبقوا كبار شويه. طبعا ده حسب كميه الفراخ، معلقه كركم، معلقه كاري، معلقه فلفل اسود، معلقه السبع بهارات. انا عايزه الفراخ تبقى سبايسي شويه، حط عليهم معلقه من الشطه. قلبي 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 الخليط ده يتناسق كله، يتجانس بقى مش يتناسق كله مع بعضه، ونزلي عليه. انا استخدمت النهارده الدبابيس روفي اللي انا عملت لكم عليها ريفيو قبل كده. هننزلهم، ونسيت خطوه بسيطه بس اعملها، ان انا كان لازم اشكشك الدبابيس بالسكينه كده، فشكشكتها معاكم. ده طبعا عشان ايه؟ تشرب التتبيله. بعد حوالي ساعتين جبت طبق حطيت فيه كوبايه من الدقيق وكوبايه من الفيجيتار اللي انتوا شفتوه. ممكن تستغنوا عن الفيجيتار وتحطوا دقيق بس، وعليه معلقتين من النشا ومعلقه من البيكنج باودر. هنقلبه مع بعض وهنطلع الدبابيس او ايا كان بقى، الفراخ بانيه اي حاجه. هتنزليهم في الخليط. بعد كده هتحطيهم في الخليط تاني. هو المفروض ان انتوا تنزلوهم في ميه ساقعه، بس انا كسلت، انا مش هجيب طبق تالت يعني. دخلتهم في الخليط وبعد كده حطيتهم في الدقيق وتنفضيهم كويس جدا. هيعملوا لنا التجزيعه بتاعه الكنتاكي المشهوره. اعملي الكميه اللي انت عايزاها زي ما انت شايفاني كده، عملت لكم 3 كده في السريع. هتنزلي في درجه سخونيه وسط، مش درجه عاليه تبقى تعمل لك تش كده، حاجه بسيطه. ما تعليش النار عشان اللي بره ما يتحرقش وجوه يستوي براحته. اول ما تلاقيه خد اللون الذهبي من الجنب